السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بينما شرعت طائرتان لإخماد النيران من نوع كنادير في القيام بطلعات جوية استطلاعية استعدادا للتدخل لدعم جهود فرق الإطفاء على الأرض التي تكافح حريقا مهولا شب منذ مغرب أمس الجمعة بغابة مغراوة بإقليم تازة، تتأهب عناصر تابعة للقوات المسلحة الملكية بدورها للتدخل بموقع الحريق. ووفق مصدر غابوي بإقليم تازة، توجهت التعزيزات الجوية العسكرية إلى المنطقة لتكثيف التدخلات الميدانية لمواجهة هذا الحريق والعمل على الحد من امتداد ألسنة النيران التي تؤججها درجات الحرارة المرتفعة وهبوب الرياح إلى الغطاء الغابوي المجاور والمساكن المحلية المحاذية لمكان الحريق. وحسب المصدر ذاته فإن هذا الحريق المستعر أتى إلى حدود عصر اليوم السبت على مساحة تناهز 100 هكتارا من الغطاء الغابوي المتكون أساسا من البلوط الأخضر والصنوبر الحلبي والتشكيلات الغابوية الثانوية، موردا أنه تم تكثيف عملية التدخل من أجل الحد من اتساعه وإخماده في أقرب وقت. وتواجه فرق الإطفاء على الأرض وفق المصدر صعوبة في الوصول إلى عدد من أماكن انتشار الحريق بالنظر إلى صعوبات التضاريس وقسوة الظروف المناخية المتسمة بالارتفاع الكبير لدرجات الحرارة وانتشار بؤر النيران بأكثر من موقع. وفي غضون ذلك أفادت المصادر بأن السلطة المحلية شرعت في إخلاء بعض من سكان دوار بن إسماعيل المجاور لمكان الحريق احترازا لوصول ألسنة النيران إليها. وفي هذا الصدد أوردت المصادر ذاتها أن هذا الحريق الغابوي بات يهدد أيضا مساكن أخرى دوار بولبيد وجامع، فضلا عن منتجع شلالات أيت إسماعيل الذي تعرف إقبالا للمصطافين خلال هذه الفترة.